السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناتي وقناتكم حكايتي بلساني. اليوم غادي نعاود لكم واحد الحكاية ديال واحد المرأة اللي كانت كتظن أن الخياطة غير هواية بسيطة، حتى اكتشفات أن البرا والخيط يقدروا يكونوا بداية ديال حلم اللي كبير بزاف. وخليكم معايا وانتم كتفرجوا في هاد الموديلات الراقية ديال العبايات الخليجية. نبدأ لكم حكايتي. أنا نوال، عمري ما كنت كنتخيل أن واحد الحاجة بسيطة كنت كنمارسها في الدار غادي تولي نهار من الأيام هي السبب اللي غيبدل حياتي كاملة. من من أنا وصغيرة وأنا كنحماق على الخياطة، كنت كنشوف أمي جالسة قدام ماكينة الخياطة وكنت كنبقى حداها بالساعات غير كنتفرج فيها وهي كتعبر في التواب وكتفصل ومن بعد كدوز السورجي وكدوز عاوتاني تطرق في الماكينة بواحد الحركات اللي كانت بالنسبة ليا بحال السحر. كنت كنقول ليها ماما كيفاش كتقدري تعرفي من هاد التوب لهاد التوب الانواع ديالو، الطريقة ديال الفصالة ديالو. كانت كتبقى مسكينة كضحك وتقول لي الخياطة يا بنتي ماشي غير برا وخيط، خاصها العين والصبر والحب. وكبرت وانا ما نسيتش هاد الكلام، ولكن منين كبرت وتزوجت تبدلات الحياة، ولات عندي مسؤوليات ودار ومشاغل وما بقيتش كنلقى الوقت بحال قبل. ولكن الحاجة الوحيدة اللي ما قدرتش نتخلى عليها هي الخياطة، حتى إلا ما كان عندي غير شي ساعة هكا اللي خاوية وحدة في النهار كنت كنحاول نجلس قدام الماكينة ديالي ونخيط شي حاجة، مرة جلابة مرة قفطان مرة عباية بسيطة مرة كسوة مرة سروال مرة انصومبل مرة قميجة، كل مرة وأشنو. وكنت كل مرة كنقول شي نهار من النهارات غادي يكون عندي مجموعة ديال العبايات من تصاميمي أنا. ولكن كنت كنضحك على راسي من بعد ونقول اش من مجموعة، خلي غير الوقت باش نخدم. حتى جا واحد النهار ودخلت عندي واحد السيدة وكانت لابسة عباية خليجية اللي أنيقة بزاف. الصراحة ديك العباية شداتني من أول نظرة، حماقيت عليها. بقيت كنتفرج في التفاصيل ديالها، في القصة في الأكمام في الطريقة ديال نزول القماش. قلت لها منين شريتيها؟ قالت لي جبتها من الخليج. هاد الجملة بقات كدور في راسي أيام وأيام. قلت مع راسي علاش أنا ما نجربش، أنا أصلا كنخيط وعندي يد زوينة في الفصالة، وعلاش ما نصايبش عبايات عندها نفس الروح ديال الخليجية ولكن تكون بلمستي أنا. ومن تما بديت التجربة. أول عباية خيطتها ما عجباتنيش، قلت لا هذه ماشي هي، فكيتها وعاودت خدمتها وبقات نفس الحكاية، نخيط نشوف ما تعجبنيش نحل العباية بالفتاق فتلة بفتلة ونعاود من جديد. حتى لواحد النهار كنت عيانة ومحبطة، قلت يمكن هاد الفكرة كبر مني، يمكن خاصني نبقى غير كنخيط للناس وخلاص. ولكن من بعد تذكرت الهضرة ديال أمي، الخياطة خاصها الصبر. قلت واخا غادي نصبر. ومن داك النهار بديت تنتعلم أكتر وأكتر، وليت كنهتم بالتواب بالقصة بالأكمام والتفاصيل الصغيرة. وعرفت أن العباية ماشي ضروري تكون عامرة بالزواق باش تكون فخمة، شي مرات التصاميم اللي بسيطة إلا كانت مخدومة مزيان كتكون في قمة الأناقة. وبديت كنصايب موديلات اللي مختلفة، موديلات واسعة ومريحة، موديلات بسيطة وراقية، وموديلات خليجية فيها شوية ديال الفخامة المناسبات. وأول مرة لبست عباية من تصميمي أنا وقفت قدام المراية وبقيت ساكتة، ماشي حيت العباية كانت كاملة وواعرة وزوينة، ولكن حسيت أنني حققت أول خطوة من داك الحلم اللي كنت كنشوفه بعيد. ومن بعد بداو العيالات اللي كيعرفوني كيشوفوني لابسه الموديلات وكيقولوا لي نوال بغينا بحال هادي، نوال واش تقدري تخيطي لينا وحده، نوال بغينا شي موديل خليجي ولكن يكون بسيط. كنت كنفرح بكل طلب،
ماشي غير حيت غادي نخدم ونربح، ولكن حيت كنت كنحس ان الناس بداو كيثيقوا في خدمتي. كل عباية كنت كنخيطها كنت كنحط فيها جزء مني، حتى ولات عندي مجموعة ديال الموديلات، وكل موديل عنده شخصية مختلفة. كاينة العباية اللي كتخلي المرأة كتحس بالراحة، وكاينة اللي كتلبسها في مناسبة وكتكون باغية تطلع أنيقة، وكاينة اللي كتكون بسيطة ولكن التفاصيل ديالها هي اللي كتخليها مميزة. ومع الوقت تعلمت واحد الحاجة اللي مهمة بزاف، أن الإنسان ما خاصوش يحتقر البداية ديالو. أنا بديت من ماكينة ديال الخياطة وحدة، وقطعة ديال الثوب وحدة، وحلم صغير اللي كنت كنخبيه حتى على راسي، وما كنتش عارفة فين غادي يوصلني. ولكن اليوم كل مرة كنشوف عباية خيطتها بيدي كنتفكر داك البنت الصغيرة اللي كانت كتجلس حدا امها وكتسولها: ماما، كيفاش عرفتي هاد الثوب شنو غادي يولي؟ ودابا عرفت الجواب، حيت الخياطة الحقيقية ما كتشوفش غير الثوب، كتشوف الحاجة اللي ممكن تولد من هداك الثوب. وأنا نوال مازال حتى اليوم كنحماق ونموت على الخياطة، ومازال عندي أحلام جديدة، حيت تعلمت أن الحلم ما كيحتاج تكون عندك الإمكانية الكبيرة من الأول، كيحتاج غير تبدا غرزة من بعد غرزة حتى تلقى راسك وصلتي للمكان اللي ما كنتيش كتصوري أنك غادي توصلي ليه. ودابا وأنا كنشارك معكم هاد الموديلات ديال العبايات الخليجية، بغيت نقول لكل مرة كتسمعني: إلا كان عندك شي حلم ما تقوليش فات الوقت ولا ما نقدرش، بداي غير باللي عندك، حيت حتى أنا حكايتي بدات ببرة وخيط. وهنا كتكون وصلت حكايتي للنهاية، ولكن الصراحة أنا كنحس أن الحكاية ديالي ما سالاتش، حيت الإنسان مادام عايش، مادام كيتعلم، ومادام عنده حلم، في كل نهار يقدر يكون بداية جديدة. أنا نوال المرأة اللي كانت في واحد الوقت كتشوف ماكينة الخياطة ديالها غير حاجة كتعاونها تخيط شي حاجة للدار، وما كنتش عارفة أنها غادي تولي بالنسبة ليا باب كبير للأمل والطموح. واليوم ملي نرجع بالذاكرة ديالي اللور، كنقول بيني وبين راسي شحال من مرة كنت غادي نستسلم، شحال من مرة خيطت شي حاجة وما عجباتنيش، شحال من مرة فكيت الخدمة كاملة وبديت من جديد، وشحال من مرة قلت خلاص يمكن ما غاديش نقدر. ولكن الحمد لله أنني ما سمعتش لداك الصوت اللي كان كيقول لي توقفي، حيت لو كنت وقفت في داك الوقت ما كنتش غادي نعرف شنو كان ممكن نوصل ليه. وتعلمت واحد الدرس اللي بقى راسخ في قلبي، أن النجاح ما كيجيش ديما دفعة وحدة، مرات كيجي في حاجة صغيرة بزاف، كيجي في واحد الفكرة كتجيك وانتي خدامة في الدار، كيجي في واحد توب بقى عندك وما عارفاش شنو ديري بيه، كيجي في واحد الكليانة قالت لك كلمة زوينة وخلاتك تبغي تطوري من راسك، وكيجي حتى في واحد الفشل اللي كيعلمك كيفاش تعاودي توقفي. انا تعلمت من الخياطة ان الغرزة اللي ما جاتش مزيانة نقدر نفكها ونعاودها، والحياة حتى هي بحال الخياطة، مرات كنغلطو، مرات كنديرو اختيارات ما كتجيش كيف بغينا، وشي مرات كنحسو ان الطريق سد قدامنا، ولكن ماشي معنى هادشي ان كلشي ساهلة. شي مرات خاصنا غير نفكو داكشي اللي مصلاحش ونعاودو نبداو من جديد. وهادشي هو اللي بغيت نقول لكل مرة كتسمعني دابا: الا كانت عندك شي موهبة حتى لا كانت صغيرة ما تهمليهاش، الا كنتي كتعرفي تخيطي، طيبي، ترسمي، تصايبي شي حاجة بيديك، ولا عندك اي مهارة كتفرحك، ما تقولش غير هواية، حيت ما عارفاش فين تقدر توصلك هاد الهواية من بعد. يمكن اليوم كتخدميها غير في الدار، وغدا تلقاي راسك كتخدميها مع الناس، ويمكن اليوم ما كيعرف حتى واحد وغدا يولي الناس كيسولوا عليك. المهم هو ما تحقريش راسك. انا حتى انا كنت كنشوف راسي امرأة عادية، كنخدم كنعيش حياتي وكنحاول نلقى الوقت للخياطة، ولكن مع الوقت فهمت ان الانسان ما خصوش يتسنى حتى تكون عنده ظروف مثالية باش يبدا، حيت الظروف المثالية
شي مرات ما كتجيش. خاصك تبداي باللي عندك في الوقت اللي عندك وبالامكانيات اللي عندك، حتى لا كانت البداية بسيطة، حتى لا كانت الماكينة قديمة، حتى لا كانت عندك غير قطعة من الثوب صغيرة، حتى لا كان الناس اللي حداك ما شجعوكش. بداي، حيت البداية صغيرة احسن بزاف من حلم كبير بقى غير في العقل. انا بالنسبه ليا العبايات ما بقاتش غير موديلات كنخيطهم، كل عبايه ولات كتذكرني بمرحله. هاد الموديل كيرجعني لاول تجربه، هاد التفاصيل كتفكرني بواحد الغلطه اللي تعلمت منها، وهاد العبايه كتفكرني بواحد النوع كنت فيه محبطه ولكن قلت لا غادي نكمل. ولهذا ملي كنشوف اليوم هاد الموديلات قدامي كنشوف فيهم اكثر من تواب وخياطة، كنشوف فيهم الصبر، التعب، كنشوف فيهم المحاولات اللي ما نجحاتش، وكنشوف فيهم داك الحلم الصغير اللي كبر مع الوقت. وبغيت نقول حتى بنقول حتى لكل وحده كتفرج في هاد الموديلات وكتقول واو شحال زوينه هادي. ما تنساش ان الاناقه ماشي غير في الثوب، الاناقه حتى في الثقه، في البساطه، في اختيار الحاجه اللي تخليك فرحانه براسك وكتريحك، وماشي ضروري تكوني بحال شي وحده اخرى. كل مرة عندها ذوقها، شخصيتها، طريقتها الخاصه في الاناقه. انا ديما كنقول اجمل حاجه هي ملي المراه تلبس شي حاجه وتحس براسها هي، ماشي كتقلد شي واحد اخر. ومن هنا وانا كنودكم في هذه الحكايه، بغيت نشكركم من قلبي على الوقت اللي قضيتوه معايا. شكرا لكل وحده كتدخل الفيديو كتفرج كتسمع الحكايه وكتشوف الموديلات، وشكرا لكل وحده كتخلي لي كلمه زوينه في التعليقات، حيت يمكن بالنسبه لكم غير تعليق صغير ولكن بالنسبه لي كيكون تشجيع كبير. انا كنقرا تعليقاتكم، شي مرات كنضحك، شي مرات كنفرح، ومرات كلمة وحدة منكم كتخليني نقول الحمد لله انني كملت. وحكاية لي نوال اليوم يمكن تكون سالات، ولكن حكايتي انا مع الخياطة والاحلام مازال مستمرة. مازال كاينين موديلات جديدة، افكار جديدة وتجارب جديدة، ويمكن حتى شي نهار نرجع نحكي لكم حكاية اخرى من حكايتي، حكاية فيها بداية مختلفة ولكن نفس الرسالة، ان الانسان ما خاصوش يستسلم. الا طحتي وقفي، الا غلطتي تعلمي، ولا فشلتي في شي حاجة عاودي جربي، ولا شي واحد قال لك ما غاديش تقدري خليه يقولها، ولكن انتي ما تقوليهاش لراسك، حيت اخطر كلمة ممكن الانسان يقولها هي انا ما نقدرش. حتى انا قلتها في واحد الوقت، ولكن اليوم عرفت اني كنت كنقدر، غير كنت محتاجة نآمن براسي شوية اكتر. والحمد لله كل غرزة علمتني الصبر، كل غلطة علمتني حاجة، وكل عباية خيطتها زادتني ثقة. وفي الاخير بغيت نخليكم مع هاد الجملة اللي ديما كنتفكرها: ما كاين حتى حلم صغير الا وكان صاحبه مؤمن به، وما كاين حتى بداية بسيطة الا وقدرات توصل شي حاجة كبيرة. انا نوال، وهذه كانت حكايتي بلساني، ومن قلبي كنقول لكم ما تخليوش احلامكم تموت بسبب الخوف، ولا بسبب كلام الناس، ولا بسبب ان بداية ديالكم بسيطة. بداو منين واقفين وباللي عندكم، وخليو الايام هي اللي توريكم فين غادي توصلكم الخطوة الاولى. ولا عجبتكم هاد الحكايه وخدات من وقتكم شويه، نتمنى تخليو ليا كلمه طيبه في التعليقات وقولوا لي شنو هو الحاجه اللي كنتو كتحلموا ديروها ومازال ما بديتوهاش. يمكن كلمه من وحده فيكم تكون سبب باش وحده اخرى تشجع راسها وتبدا. ولا عجبكم حتى هاد الموديلات ديال العبايات الخليجيه قولوها لي في التعليقات شكون هو الموديل اللي عجبكم كثار، حيت كنبغي نعرف ذوقكم ونسمع لارائكم. ولا كنتوا اول مره كتشوفوني مرحبا بكم بين اخواتاتكم في حكايتي بلساني، وما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش توصلكم الحكايه الجايه. نخليكم على خير ونتلقاو في حكايه جديده مع قصه جديده وشخصيه جديده، وحكايه يمكن تكون مختلفه ولكن ديما من القلب.